السلام عليكم ورحمة الله. نعرض لكم اليوم 10 طيور ما قبل التاريخ. طيور كانت موجودة من 6222 مليون سنة، وكانوا يسمون ب تيرور بيردز، طيور ضخمة لا يمكنها الطيران بطول 10 أقدام. كانوا موجودين في الحقبة السازونية في أمريكا الجنوبية. كانوا يتغذون على الثدييات الصغيرة، ومن الممكن أن يفترسوا الأحصنة. كانت تقوم بعملية الافتراس عن طريق توجيه ضربات للضحية، وأسباب انقراضهم غير معروفة حتى الآن. 9 الصقر الذهبي. من أخطر أنواع الصقور، من الممكن أن تصبح عنيفة جدا. في منغوليا يستخدمونه لاصطياد الذئاب. مخالبه ومنقاره حادين للغاية، ويمثل خطرا على البشر، حتى أن أحد المصورين التقط صورة له بالسويد وهو يحمل سكينا بمخالبه، حيث أن السكين سقطت من المصور والتقطها الصقر وطار بها. 8 نعام خطير. من أكبر طيور العالم، توجد في أفريقيا، وتزن أكثر من 300 باوند، وطولها يصل إلى 9 أقدام، وتجري بسرعة 40 ميلا بالساعة. أرجلها الطويلة تمكنها من القيام بخطوة اتساعها 16 قدم. ساقها تعتبر سلاحا فتاكا، حيث يوجد بها مخالب حادة وقوية، وركلة منها قد تقتل إنسانا أو حتى نمرا. في الواقع النعام لا يدفن رأسه في الرمل، بل يقوم بالاختباء فيه لكي يختفي عن أعين الطيور الأخرى كنوع من التمويه. 7 طيور السمن الخطيرة. توجد في أمريكا وأوروبا. كيف يمكن لهذه الكائنات الصغيرة أن تكون قاتلة؟ فببساطة هذه الكائنات تتغذى على الحشرات والحبوب، وقد تتناول حبوبا مسممة تنقلها للبشر الذين يتغذون عليها، وتتسبب للبشر بحالة مرضية تسبب لهم القيء والدوار والفشل الكلوي. وأمراض السمان كانت معروفة للإمبراطورية الرومانية، والذين منعوا تناوله. 6 حوادث الطيور الخطيرة. ليست أول مرة التي يحدث فيها حادث طائرة بسبب بعض الطيور، حيث تدخل بعض الطيور داخل المحركات وتتسبب في حدوث هبوط اضطراري. وهناك حادث حيث اصطدم طائر أسود ضخم بمقدمة طائرة، مسببا حدوث انبعاج كبير جدا في مقدمة الطائرة. الطائرة كانت تعبر جزر الباليرك بإسبانيا منطلقة من ألمانيا. الطيار أخبر أنه لم يكن هناك مجال لتفادي الاصطدام، ولم تحدث إصابات بالغة للطائرة، ولكن بالطبع توفي الطائر. ومن أشهر الحوادث أيضا عندما اصطدم سرب من الإوز بمحركات طائرة أمريكية، واضطر قائد الطائرة لأن يقوم بعمل هبوط اضطراري في نهر الهادسون. 5 طائر آلي خطير. ابتكار ألماني يجوب السماء من أجل تقليل حوادث تصادم الطيور بالطائرات. قام الألمان بتطوير فصيلين من الطيور الآلية، أحدهما بحجم الصقر من أجل مطاردة الطيور الصغيرة، والآخر بحجم النسر لمطاردة أي نوع من الطيور. يتم التحكم فيهم عن بعد، وسلوك الطائر الآلي مشابه تماما للطيور الحقيقية، مما يرعب الطيور ويبعدها عن طريق الطائرات. 4 طائر بيتا المقنع. شكله رائع الجمال بالنسبة لطائر سام للغاية. فريش وجلد الطائر يحتوي على سميات عصبية، سمه شبيه بسم الضفادع السامة. الخبراء يعتبرونه من أقوى السموم الطبيعية في العالم. التلامس البسيط معه يسبب أعراضا بسيطة، لكن التلامس الشديد يسبب الشلل، وفي بعض الأحيان الوفاة. 3 الباترول الضخم. من أضخم الطيور وأخطرها. عندما يفرد جناحه يصل لمساحة 6 أقدام ونصف، ويصل طوله ل3 أقدام، والذكور منه يصل وزنها ل11 باوند، والأنثى ل18 باوند. الطائر الموضح في الصورة وجهه ملطخ بالدماء، يتغذى على صغار البطريق والفيلة. 2 طائر الماكبايس الأسترالي الخطير. الطائر يهاجم البشر وخاصة راكبي الدراجات، فأثناء مواسم التزاوج عندما يقترب أحد من أعشاشها تقوم بمهاجمته فورا. من المعروف أنه يقوم بمهاجمة وعض الوجه والأنف والأذن والعين، وأحيانا يصدم رأس الضحية بقوة. 1 طائر كاسوري. هذا الطائر خطير، وأيضا يوجد في أستراليا. لا يستطيع الطيران، وطوله 5.5 قدم، ويزن 125 باوند. وعلى الرغم من هذا الحجم والوزن، إلا أنه يجري بسرعة 35 ميلا في الساعة، ويقفز مسافة 5 أقدام في الهواء. ومعروف بمخالبه الحادة الموجودة على ساقه التي يصل طولها ل5 بوصات. يستطيع القفز وركل الضحية، ثم يسبب كسورا في العظام وقطوعا بمخالبه. لا يهاجم البشر إلا من أجل الدفاع عن صغاره